شديد. رحبت روسيا كثيرا بالقرار الجزائري المهم والذي يعبر عن تميز كبير للعلاقات الروسية الجزائرية وتوافق للرؤى في العديد من القضايا الدولية الراهنة. وكما لا يختلف عليه اثنان، فقد أصبح السيد رمضان العمامرة حجر أساس في العديد من القضايا الشائكة الدولية التي سببت صراعا كبيرا بين الدول الغربية بسبب خبرته الكبيرة في العديد من الهيئات الدولية والمميزة في فرق إدارة الأزمات التي ترعاها هيئات الأمم المتحدة. وفي سياق تطور الأحداث الراهنة داخل وخارج الجزائر، يرى مرافقون بأن السيد رمضان العمامرة أحد أهم المرشحين لقيادة خلية الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعتزم الجزائر تقديم مقترح حل الأزمة بين الجارتين، وهذا بعد ترشيح دول عديدة للجزائر لقيادة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. كما يعرف على السيد رمضان العمامرة حكمته الكبيرة في التعامل مع الأزمات وشخصيته المقبولة على جميع الأصعدة والمستويات وعلاقاته الدولية الكثيرة والمميزة والمتشعبة. كما تصب كل هذه المؤشرات في مصلحة الثعلب الدبلوماسي الجزائري لقيادة مرحلة جديدة بين روسيا وأوكرانيا. بدورها رحبت الخارجية الروسية بقيادة سيرجي لافروف بالقرارات الجزائرية، وأكدت عزمها على مساعدة أي طرف يسعى إلى حل الخلاف السياسي والعسكري مع أوكرانيا. كما تعرف العلاقات بين روسيا والجزائر تطورات كبيرة وعلاقات تاريخية متينة تشفع لها لقيادة مرحلة مهمة في تاريخ الأزمة الروسية الأوكرانية.